بكره معكم طاجين جلبانه بكريات لحم الدجاج المفروم محشيه بالجبن. تجي روعه هاد الطاجين، نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. بسم الله نبداو في المقادير. عندي لحم دجاج مفروم، عندي بصله مفرومه، عندي لا شابلور خبز مرحي، عندي توم بودره، فلفل اسود والملح والجبن طري كما راكم تلاحظوا. نوضع الدجاج تاعي المفروم، نوضع قليل من البصل، نوضع فلفل اسود، لا شابلور والثوم بودره والملح، ونخلط كامل المكونات تاوعي بيديا. كما راكم تلاحظوا الطريقه سهله والطاجين سهل ويتوجد في مده قصيره ويجي بنين بنين بنين. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم ان شاء الله، وردوا لي الخبر في اخر الفيديو. نخلط بيديا كامل المقادير كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه. طريقه سهله وبسيطه، والبلا يجي راقي بأبسط الحاجات. دروك غادي نبدا نحشي فيهم بالجبن الطري. نحل الحبه تاعي مليح تاع اللحم المفروم ونلويها بهذه الطريقه. ما يلقش الجبن يكون يبان، غطوها كامل الحبه تاعكم. نزيد حبه اخرى معاكم ونكمل كامل الكميه بنفس الطريقه كما راكم تلاحظوا. دروك عندي هنايا مغرف زبده زوج مغارف زيت، مغرف زبده صغيره وزوج مغارف زيت كبار. ندوبهم ونوضع الكرات تاوعي يتقلاو مليح مليح مليح. ما تخربوش فيهم كي توضعوهم، خما يتفتوا لكم، خلوهم حتى ياخذوا لون من تحت، من بعد قلبوه. خاطش لو كان نخربوا فيهم غادي الدجاج تاعنا كاع يتفتت. كما راكم تلاحظوا انا نحرك فيهم بلا ملعقه بلا والو، غير هكا حتى تقلاو لي مليح. دروك نوضع البصل اللي كان باقي لي، نقليه تاني مليح مع لحم الدجاج المفروم حتى يدبل معايا، ونزيد الملح ونزيد الفلفل الاسود. هذا المرق غادي يجي ابيض وعود قرفه، نصف عود قرفه. نوضع الجلبانه تاعي اللي كانت في المجمد. نتوما الا كانت عندكم طازجه ديروها، انا كانت عندي في المجمد، درت كميه قليله من الجلبان ومرقت بكميه قليله من الماء. ما لازمش تمرقوا بزاف، كما راكم تلاحظوا معايا كميه قليله، ونخلوه على النار هاديه يطيب فيه عقله. ونولي معاكم في طبق التقديم. ها ولا الطاجين تاعنا راه واجد، راه يشهي. نتمنى ينال اعجابكم طبق اليوم وتجربوه. ولا كنتي جديده في القناه نتمنى تشتركي وتفعلي الجرس ليصلك الجديد. مع السلامه في فيديو قادم.